السلام عليكم. سؤال بيجي لي كتير سواء في التربيه المنزليه او في العنابر بتاعه الفراخ البياض. يا دكتور الفراخ عندي بتاكل البيض، يا ترى ليه الفراخ بتاكل البيض؟ هي الفرخه اكلت عيالها؟ لو عندك مشكله زي دي وعايز تعرف حلها كمل معايا الفيديو ده للاخر. اولا لازم نعرف ايه اسباب المشكله دي. اول واشهر سبب هو نقص الكالسيوم. نظام غذائي مش موجود فيه كالسيوم. الفرخه لما بتعاني من نقص عنصر الكالسيوم الجسم بيبتدي يدور على بديل، واقرب بديل ليه هو قشره البيضه، فبيعوض نقص الكالسيوم ده من البيضه. تاني واشهر واكثر الاسباب انتشارا هو نقص فيتامين د اللي بيحصل نتيجه نقص الشمس. اتكلمنا قبل كده في حلقه مفصله عن فيتامين د في الانسان والحيوان واهميته. لو حابب تعرف بتفصيل اكتر ارجع للحلقه بعنوان فيتامين د. وباختصار للي مش حابب يتفرج على الحلقه، فيتامين د بينتج اصلا من الشمس. الجلد لما بيشوف الشمس ده بيحفز عمليه تكوين فيتامين د. فيتامين د ده مهم جدا ان هو يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور من القناه الهضميه، فبالتالي نقص فيتامين د بيخلي الكالسيوم اللي الطيور بتاكله مش بيمتص بلا قيمه اصلا، فبالتالي الكالسيوم ده بيمر مرور الكرام على الجسم. الطائر بياكله وبينزله تاني في الاخراج ومش بيستفيد منه، فبالتالي هيحصل نقص الكالسيوم اللي اتكلمنا عنه من شويه، وهيعمل ضعف في قشره البيضه. ممكن يعمل بيضه بريشت اللي هي البيضه بتبقى طريه، وبيسبب ان الفراخ بتاكل البيضه عشان تحاول تعوض الكالسيوم ده. وبرده لما بتاكلها مش بيعوض الكالسيوم، لان زي ما قلنا هتاكلها وهتنزل مش هتستفيد بالكالسيوم اللي فيها. ثالث سبب هو نقص البروتين. نقص البروتين في النظام الغذائي زي ان الطيور بتعتمد بشكل اساسي على الذره والعيش، نظام غذائي غير غني بالبروتين. الفرخه بتبتدي تدور على البروتين ده من مصدر تاني. البيضه طبعا عارفين ان هي غنيه جدا بالبروتين. وعلى فكره نقص البروتين ده بيسبب مشكله تانية مهمه جدا وبتظهر عند ناس كتير، اللي هي الكنباليزم اللي هو الافتراس. تلاقي الطيور بتاكل في بعضها وبتعور بعضها بسبب نقص البروتين ده. هو ليه اسباب تانية بس نقص البروتين احد اهم اسباب. رابع سبب هو الاسترس او الضغط العصبي. ده بيحصل بسبب الزحام، عدم وجود تهويه كفايه، عدم وجود اماكن كافيه للفراخ دي فيها، وده بيخليها تتصرف تصرفات غير طبيعيه زي انها تاكل البيض، اللي هو انت خنقتني طب اهو بتنكد عليك زي انت ما بتنكد عليها. خامس سبب بقى هو الفضول واللعب. الفراخ تبقى قاعده فاضيه مش لاقي حاجه تعملها، ايه الفراغ ده؟ اما اروح اشوف البيضه دي بتقول ايه كده، وتلاقيها تروح تنقر في البيضه، تستكشف فيها، تدوقها، تحب طعمها، تبتدي تاكل فيها على طول. ساعتها بتبقى عاده سيئه وبقيه الفراخ بتقلدها وتلاقي كلهم بياكلوا البيض بتاعهم. الحل بقى بتاع المشكله دي ايه؟ اول حاجه لو لقينا قشره البيضه ضعيفه او البيضه نازله من غير قشره اللي هي طريه، يبقى ده نقص فيتامين د او نقص كالسيوم. ساعتها نمدهم بكالسيوم وفيتامين د والمشكله هتتحل. طيب لو قشره البيضه قويه، ساعتها نشوف الاسباب الثانيه اللي هي نقص البروتين. نديهم مصدر غني بالبروتين زي العليقه والفول الصويا والفول وكسر الفول، اي مصدر غني بالبروتين. نحاول نقلل الاسترس، لو المكان زحمه نحاول نقلل الزحمه في المكان، نخفف عدد الطيور في المكان، نظبط مصدر كويس للتهويه ونعرضهم للشمس. طيب عملنا كل ده بقى ولسه الفراخ بتاكل البيض، ده سببه ايه بقى؟ دي حاجه اسمها باد هابت، ده سيئه. الفراخ داقت طعم البيض وحبته، فخلاص بقى دي الوجبه المفضله بالنسبه لي. ساعتها بقى بنلجا ان احنا نقص المنقار، وقص المنقار ما يبقاش بفتره. يعني المنقار بيبقى زي الضفر كده بتاع البني ادم، بيبقى فيه جزء غني بالشعيرات الدمويه وجزء ميت زي الضفر بالظبط. لو بصينا على المنقار هتلاقي جزء لونه فاتح قوي كده ده في الطرف خالص، وجزء تاني لونه احمر شويه. احنا بنقص بالقصافه الجزء اللي بره خالص اللي هو لونه ابيض